لو مستني الترقية عشان تبدأ تتصرف كمدير ففي الغالب هتستنى كتير، ولو مستني اللي حواليك يشوفوك فللأسف محدش في باله. عشان كده لازم تحط نفسك في مكانة المدير من دلوقتي عشان تخلي البيزنس مش قدامه اوبشن تاني غير انه يرقيك عشان الشغل يمشي. في الفيديو ده هشارك معاك 5 حركات عايزك تطبقهم من بكرة عشان تثبت انك خامة مدير. معاكم شادي السيد، مستشار تسويق وبراندنج. اشتغلت مع براندات كتير على مستوى العالم ومع تيمز من كل الجنسيات، وشفت بنفسي ازاي الناس بتكبر في وظيفتها، وطبقت بنفسي اللي هشاركه معاك. فعايزك تركز معايا كده، ويا ريت تعمل لايك للفيديو لو استفدت. خلينا الاول نتفق ان الناس مش بتترقى عشان بتشتغل اكتر، الناس بتترقى لما بيفكروا بشكل اداري اكتر من تنفيذي. لما الاداره تحس انك قادر تدير مواقف، قادر تاثر في الناس، وقادر تحقق نتائج. والمشكله ان الناس كتير بتعمل العكس، بتهري نفسها ليل نهار وتلاقي حد تاني اترقى. ونبتدي نتكلم بقى عن اعذار العصفوره والواسطه والجو ده. فتعال اقول لك 5 حركات يمكن يغيروا فكرتك عن الموضوع ويغيروا كمان التايتل بتاعك. اول حركه، اسال اسئله مديرين. اياك تدخل ميتنج وتقعد تتفرج، دور على فرص تسال فيها اسئله، ومش اي اسئله وخلاص، اسئله مديرين، اسئله بتبين انك باصص على الصوره الكبيره، مش جاي يعمل شغله ويروح. زي مثلا ازاي هنقيس نجاح المشروع؟ في عندنا داتا تدعم الكلام اللي بنقوله؟ ايه مصدر الداتا دي؟ ايه المخاطر اللي المشروع ممكن يقابلها؟ طب عندنا خطة عشان نتجنب المخاطر دي؟ الاسئلة دي محدش بيسألها غير الناس التقيلة، والناس اللي بتعمل الشغل نفسه في معظم الوقت مش بيفكروا فيها. فدي فرصتك انك تبين قوتك الادارية. تاني حركة، ركز على المشروع بالكامل مش التفاصيل الصغيرة. اي حد ممكن يعمل التفاصيل الصغيرة، مش محتاج لها مدير. فلو تركيزك كله بقى عليها، انت بقيت زيك زي اي حد تاني. فخلي تركيزك على المشروع ككل. حط خطة المشروع، وزع الادوار والمسؤوليات، حط تايم لاين بنظام جانت شارت، حط ميتنج اسبوعي عشان تراقب تطور المشروع. كل الحاجات دي محدش هيعملها غير مدير، واحد عارف ازاي يدير مشروع، وده اللي صاحب الشركة نفسه عايزه. تالت حركة، اتكلم زي المديرين. الادارة قيادة، فلما تيجي تطلب انك تعمل حاجة ما تقولش انا هعمل كذا، قول انا هليد كذا، انا هبقى مسؤول عن كذا. انت حطيت كده نفسك بالفعل في مكانة المدير، وخليت الناس يبص عليك بالشكل ده. رابع حركة، ابني علاقات ذكية. مش بقولك ما تروحش تصاحب الشخص اللي جنبك، بس الشخص اللي جنبك في الغالب في نفس البوزيشن بتاعك، وهيضيف لك قيمة فنية بس مش هيوديك حتة تانية. اعمل علاقات مع الناس اللي في ايدها القرار، حاول تلاقي كومن جراوند، اهتمامات مشتركة. اتكلم معاهم عن اللي بتعمله، اتكلم معاهم عن اللي حققته، اعرض المساعدة. كل الحاجات دي بتعمل لك صورة كويسة قدام الناس اللي ممكن في يوم من الأيام تقرر إذا كنت هتترقى ولا لأ. خامس وآخر حركة، بيع إنجازاتك ما تبيعش مهاراتك. أي حد ممكن يتكلم عن مهاراته، وأي حد ممكن يكتسب مهارات، بس الإنجازات مش أي حد يقدر يوصل لها، مش أي حد يقدر يحققها. فلما تعمل مشروع، ابني منه بيزنس كيس، 1 سلايد قول فيها ايه المشروع، ايه اهدافه، ايه الخطه اللي مشيت عليها، وايه اللي حققته، ازاي المشروع ده جاب قيمه للشركه او وفر فلوس على الشركه. وابعتها للمديرين في الادارات المختلفه عشان الناس تعرف انك شخص ريزلت اورينتد، شخص يهمه النتيجه اكتر من اي حاجه تانية، شخص بيبص على الصوره الكبيره. ولو انت ما بتفكرش بالطريقه دي دلوقتي، لازم تغير طريقه تفكيرك وتبتدي تفكر في اللحظه اللي هتبعت فيها للناس نتيجه مشروعك. ايه هي النتائج اللي هتخليك تبان مدير، مش شخص بيعمل تاسك وخلاص. عايزك تبتدي تطبق الحركات دي من بكره، وابقى اشكرني بعدين. يا ريت لو استفدت من الفيديو تعملوا لايك عشان تساعد القناه تكبر، ويا ريت تتابعني عشان ما يفوتكش فيديو. والسلام عليكم.